نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. هي الغاية من الصعب بالنسبة للمدربين مثلنا الذين يدربون في افريقيا، وكان هنالك شكوك فينا تكتيكيا لكن نتقدم. نحن سعداء من اجل المغرب، واريد ان اشكر كل الجماهير واشكر كذلك الطاقم الفني والجامعة. سفيان مرابط، تهانينا على هذا الفوز. كيف أنت فخور بفريقك الوطني الآن؟ لا، إنه أمر غير متوقع. لقد كانت مباراة رائعة بالفعل، لقد كان أمرا لا يصدق بالفعل، وأنا فخور للغاية. كأننا حققنا حلمنا، أنا أعيش حلما الحمد لله. لقد قاتلتم اليوم بشجاعة وأظهرتم مواهبكم وتهانينا. لقد كان أداؤكم مبهر. نحن لقد خضنا مباراة عزيزة بكيفية لاعبنا، بقلوبنا، من أجل بلدنا ومن أجل المشجعين، ومن أجل ومعنوياتنا كانت عالية. لقد أحرزنا، وكيف دافعنا وكيف أحرزنا الهدف. أكن لهم احتراما كبيرا كل زملائي بالفريق. وليد، كتبتم التاريخ. المغرب في نصف النهائي، تستحقون ذلك. أنتم قريبون جدا من الكأس. مرة أخرى واجهنا فريق كبير، فريق البرتغال بكل مواهبه. نحن رأيتم الإصابات وخرج القائد مزراوي، ولكن من بقي على الميدان قاتل بهذه العقلية، والجمهور الذي يتابعنا وشريدي كذلك تم طرده. كان علينا أن نكتب التاريخ لإفريقيا. أنا سعيد جدا. أنتم غيرتم وجه كرة القدم وخارطة كرة القدم بفضل المغرب التي أصبحت أمة كبيرة. يجب احترام المغرب. ليست مسألة احترام، المسألة هو أننا نتقدم بمواهبنا رغم كل الإصابات اللي حصلت. خسرنا أمين ولوزان والعديد من اللاعبين، مسينا كذلك، ولكن تمسكنا وخلقنا هذه الروح الجماعية من أجل الشعب المغربي. وكذلك إفريقيا عادت على الساحة حتى نتجاوز سقف التوقعات. وليد الركراكي، أنت كتبت التاريخ كناخب وطني عربي. أنت من بين الكبار تكتب التاريخ، وفتحت الأبواب لمدربين آخرين. ذلك